Again, it's a red stitch. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبتي في الله في هذه الحلقة الجديدة. ودرسنا لهذا اليوم هو درس خفيف جدا وأيضا رائع. هو أننا سوف نقوم بإنشاء سكريبت. بطبع يمكن تطبيق هذا الشرح على الهاتف أو الحاسوب. سوف نقوم بصنع سكريبت ونقوم من خلاله يقوم بإنشاء لدى قائمة باسوردات بالطبع بكلمة السر التي نحن نريدها. أوكي، إذن كمثال هنا سوف أقوم بكتابة كمثال أنا سوف أقوم بصنع كمثال أداة تقوم يمكنني من خلالها القيام بكتابة كمثال 5 باسوردات. أوكي، لهذا سوف أستعمل الرانج. أوكي، قمنا بشرحه بطبع في دورة البايثون. كل شيء قمنا بشرحه في دورة البايثون، لا شيء جديد علينا. أوكي، for e in range. كما شاهدنا هنا في الرانج يمكننا وضع الخيارات التي نريد من خلالها القيام بصنع الخيارات مرات التكرار. اوكي، اذا هنا انا قمت بوضع 5، يمكنك وضع حتى 1000. اوكي، انت حر. اذا سوف نقوم بتجربة على ال5. for e in range 10 ثم 5 عفوا 5 ثم هنا نقوم بكتابة كمثال إنشاء متغير بطبع تحت أي اسم تريد. كمثال قمت باستعمال ال سوف أقوم بكتابة x. أوكي، x equal input. أوكي، إذن هنا نقوم بكتابة enter password. أوكي، إذن هنا لو قمت بتشغيل السكريبت سوف أستطيع القيام بإدخال 5 باسوردات ثم ينتهي البرنامج. لنجرب. كمثال هذا الباسورد الأول، هذا الباسورد الثاني، هذا الباسورد الثالث والرابع والخامس. في الخامس ينتهي البرنامج. أوكي، كما تشاهدون قام بانتهاء البرنامج. إذن أيضا سوف أريكم الآن ميزة رائعة جدا، هو أننا سوف نقوم بإضافة هنا enter password ثم نقوم بكتابة 1 2 3 4 5. إذن تصبح هكذا: أدخل الباسورد 1، أدخل الباسورد 2، أدخل الباسورد 3 4 5. أوكي، لنجرب. إذن أحبتي في الله، هنا لو قمت هنا أحبتي في الله في هذا المكان لو قمت بكتابة زائد هي قيمتها 0 ثم 1 2 3 4 5. أوكي، لو قمت بإضافة هذه الإي هنا انظر ماذا سوف يحدث. سوف يطبع لي خطأ كما تشاهدون. لماذا خطأ أحبتي في الله؟ لأن الرانج دائما عليك الانتباه جدا جدا جدا. أوكي، الشيء الموجود في الرانج هو عبارة عن انتجر، عبارة عن رقم صحيح وليس عبارة عن string، ليس بين النصوص. أوكي، إذن فالفكرة هي أننا سوف نقوم بتحويل هذا الإي إلى string. أوكي، هذا الانتجر إلى string. أوكي، سوف نستعمل طريقة الاف string. أيضا طريقة الاف string قمنا بشرحها بطبع في دورة البايثون كاملة. سوف نقوم هنا باستدعاء الاف string ثم هنا في المنتصف نقوم بوضع هذه الأقواس الخاصة بالقواميس ثم نقوم بكتابة str ثم بين قوسين نقوم بوضع الاي. اوكي، الاي قيمته كما اخبرتكم هنا. لنجرب التشغيل حتى نرى القيمه التي سوف يطبعها هنا. انظر، قام بطباعه لي ادخل الباسورد 0. اوكي، وانا لا اريد ان يقوم بطباعه لي ادخل باسورد 0، بل اريده ان يقوم بالعد من 1 الى 5 وليس من 0. اوكي، لهذا سوف اقوم بكتابه اي زائد 1. اوكي، انظروا ماذا سوف يحدث الان. enter password 1. اوكي، سوف اجعل فقط هذه النقاط هنا وراء الاي. اوكي، سوف اقوم بحملها من هنا واضعها هنا. اوكي، لنجرب تشغيل السكريبت مرة اخرى. انظروا احبتي في الله ماذا حدث. enter password 1، ادخل الباسورد 1. كمثال سوف ادخل باسورد 1 وهنا enter password 2، سوف ادخل باسورد 2. enter password 3، سوف ادخل باسورد 3. enter password 4 and 5. اوكي، اذا قمت باستعمال هذه الرانج، هذا الخمسة قمت بوضعها هنا. اوكي، 1 2 3 4 5. حتى لو قمت هنا تغييرها الان وقمت بكتابة 10 فقط نستعمل 10، سوف تصبح هنا العد يصبح إلى 10. أوكي، لنجرب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. أوكي، كما تشاهدون هو قام بإضافة لي هذه الأرقام أو هذا الرانج التكرار، قام بإضافته في كل هذا الانبوت. اوكي، اذا الشيء الموالي الذي سوف نقوم بفعله، سوف اعيد فقط
سوف أعيد فقط هنا 5. نقوم فقط بالتجربة على رقم، على فقط كمثال إنشاء باسوردات خفيفة. أوكي، أنت حر، لكن أنت حر. أوكي، يمكنك بالطبع هنا كتابة حتى 1000 باسورد، تقوم بإدخال حتى 1000 باسورد، أنت حر. أوكي، إذا هنا أحبتي في الله أريد أن أقوم بإدخال كامل هذه الباسوردات في قائمة باسورد TXT. أوكي، إذا ماذا سوف أفعل؟ سوف أعود إلى هنا بالطبع ونحن داخل الرانج. أوكي، نقوم بكتابة كمثال أو إنشاء متغير اسمه f يساوي open، ثم هنا كمثال ننشئ قائمة TXT التي سوف نقوم بكتابة داخلها الباسوردات. كمثال هنا كما تشاهدون قمت بإنشاء قائمة اسمها pass.txt، ثم هنا نقوم بكتابة الفاصلة، ثم هنا نضع W من أجل الكتابة أو A من أجل الأباند أو إضافة الباسورد. أوكي، قمت هنا بكتابة W، ثم هنا سوف أقوم بكتابة f.write. إذا ماذا سوف أكتب أحبتي في الله؟ سوف أكتب الX. أوكي، سوف أستدعي الX هنا. أوكي، ثم ماذا سوف نفعل أحبتي في الله؟ سوف أخبركم بشيء. إن قمت علينا القيام بكتابة هكذا دائما كما شاهدنا في دورة البايثون، قمت بشرح كل هذه الأشياء. أوكي، لا يوجد أي شيء جديد أقوم بشرحه الآن، كل شيء قمنا بشرحه في دورة البايثون بالطبع من الصفر إلى الاحتراف. إذا كما نعلم أحبتي في الله فإن البايثون لا تحتاج إلى خوارزميات من أجل تعلمها. لماذا؟ لأن البايثون سهل جدا أكثر مما تتصور. حتى لو لم تكن تعرف أي لغة برمجة أخرى سوف تفهم البايثون. لماذا سوف تفهم البايثون؟ لأن البايثون يشتغل من الفوق إلى الأسفل. أوكي، نحن متفقين في كل هذا الأمر. إذا سوف يشتغل هذا عندما تقوم بجعل هنا أو ضغط ران، سوف يشتغل هذا الأول ثم 2 ثم 3 دوريا. أوكي، إلى آخره. أوكي، إذا لو قمنا بالاشتغال هكذا الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، هنا سوف يقوم بإغلاق الملف، ولكن نحن لا نريد القيام بغلقه، لذا سوف نقوم باستدعائها خارج هذه الرانج. أوكي، إذا ماذا سوف يحدث؟ سوف يشتغل السكريبت هكذا، الانبوت ثم يكتب ثم يكتب، الانبوت ثم يكتب ثم يكتب ثم يكتب. عندما تمر الخمس كتابات الخاصة بالباسورد سوف ينتهي من هذه. أوكي، ويتوجه إلى غلق الملف وحفظ كامل الملفات فيه. أوكي، نحن متفقين في هذا الأمر. إذا أعيد فقط حتى يفهم الجميع. البايثون كما نعلم جميعا يشتغل كمثال من السطر الأول 2 3 4 إلى آخره. أوكي، نحن متفقين في هذه. نحن لا نتكلم على مكتبات الخيوط تلك التي تقوم بتشغيل الدوال مع بعضها البعض أو في نفس الوقت. أوكي، نحن نتكلم فقط على البرمجة العادية. إذا ففي البايثون السكريبتات تشتغل من السطر الأول 2 3 4 5 إلى آخره. حتى لو كان 1000 سطر فهي تبدأ من السطر 1 إلى آخره إلى آخر سطر. إذا هنا ماذا سوف يحدث؟ سوف يقوم هذا السكريبت باستعمال هذه الثلاثة أسطر. كي يقوم هنا بالإنبوت، اكتب باسورد، ثم هنا يقوم بفتح الملف من أجل القيام بالكتابة عليه، ثم هنا يقوم بكتابة عليه الX، ويعيد هذه الكرة، هذه الثلاثة سطور يعيد تكرارها 5 مرات. عندما تنتهي 5 مرات ماذا يحدث أحبتي في الله؟ سوف ينتهي السكريبت ويقوم بالذهاب إلى السطر الموالي بعد انتهاء هذه. أوكي، لأن الرانج تكرر 5 مرات. إذا الأشياء أو السطور التي تحت الرانج تكرر 5 مرات. أوكي، ثم بعد انتهاء من 5 مرات سوف يقوم هنا بهذا الأمر بغلق هذا الملف. أوكي. سوف أقوم كما تشاهدون ليس لدي ملف الذي اسمه pass.txt. أوكي، ليس موجود هنا. سوف أقوم بتشغيل وسوف تلاحظون أنه سوف يقوم بإنشاء ملف جديد اسمه pass.txt. أوكي، وهي قائمة الباسوردات. سوف نقوم بتشغيل. أوكي، حتى الآن لم تضاف، في الأخير سوف تضاف. أوكي، كمثال باسورد 1، كمثال الباسورد رقم 1 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5، ونقوم فقط بكتابة أشياء عشوائية. أوكي، كمثال هذا 0 0 0 ونضغط على انتر. انظروا عندما ضغطت على انتر قام بإظهار لي هذا الملف. أوكي، لنقوم بالدخول إليه من أجل تصفحه. انظروا أحبتي في الله ماذا قام بالطباعة لنا. قام بطباعة لنا فقط الثلاثة 4 الأصفار الأخيرة. أوكي، إذن قام فقط بكتابة الباسورد الذي هو رقم 5 ولم يقم بطباعة لي هذه الباسوردات الأخرى. أوكي، إذن ما الحل أو ما هي الطريقة التي سوف أقوم بفعلها؟ أوكي، انظروا ماذا يحدث لو قمت بوضع هذه الكلوز هنا. أوكي، انظروا ماذا سوف يحدث. باسورد 1 2 3 4 5.
اوكي، انظروا ماذا سوف يحدث احبتي في الله. يقوم بطباعة لي فقط اخر سطر. اوكي، وهذا ليس الشيء الذي انا اريده. اذا كيف الحل احبتي في الله، او ماذا سوف افعل حتى اقوم بحل هذه المشكلة؟ اوكي، سوف اعيد هذه الى اول سطر. اوكي، ثم نحن بطبع في القائمة من أجل إنشاء قائمة باسوردات للتخمين نحتاج إلى كتابة كل كلمة في سطر جديد. أوكي، سوف نذهب إذن هنا إلى الإكس، ثم نضيف إليها ماذا سوف نضيف إليها حبيبتي في الله؟ نضيف إليها الباك سلاش ان الذي تقوم بكتابة كل كلمة في سطر جديد. أوكي، ثم نقوم بالتشغيل مرة أخرى ونقوم هذه الدبليو حبيبتي في الله. سوف أخبركم شيء. لماذا حدثت هذه المشكلة؟ لأن هذه الدبليو هي من أجل القيام بالكتابة على ملف جديد في كل مرة، لكن نحن كمثال نريد الإضافة سوف نستعمل الآ. أوكي، إذا الآ هي من أجل الإضافة. لنجرب التشغيل. لأن هذه الكتابة كما أخبرتكم فهي دورية 5 مرات، فإنه سوف يقوم بإضافة الباسوردات في كل مرة. أوكي، لكن لو استعملت الدبليو سوف يقوم بكتابة فقط الباسورد الأخير. أوكي، لنجرب التشغيل. باسورد 1 كمثال 1، باسورد 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. اوكي، نضغط على انتر، نذهب لتصفح هذا الملف الباسورد نجد ماذا يوجد فيه. انظروا احبتي في الله، قام بطباعة لي ال5 باسوردات التي قمت باختيارها انا. اوكي، اذا فاستعملت الامر لأنه كما أخبرتكم هذه دورية تعود 5 مرات، لهذا استعملت الأ حتى يقوم في كل مرة بكتابة لي باسوردات في سطر جديد. وهنا f.write، إذا هذا المتغير الذي هو f الذي هو يحتوي على هذا الملف يقوم بكتابة فيه الإكس الاسم الذي سوف يقوم بإدخاله الشخص هنا، ثم يقوم مرة أخرى بالباك سلاش ان من أجل العودة إلى سطر جديد. أوكي، لهذا قام بكتابة لي الباسوردات كما تشاهدون هنا في كل مرة بدون أي مشاكل. أوكي، إذن الآن سوف نتعرف على شيء جديد. قمنا بالتعرف على كيفية القيام بإنشاء باسوردات كما تشاهدون باستعمال هذه الطريقة. الآن سوف نتعرف على أمر جديد. أوكي، أمر جديد في مكتبة الأوبريشن سيستم، مكتبة الأو إس. أوكي، ماذا أحبتي في الله لو أردت القيام بإنشاء أداة، لكن كمثال في كل مرة أقوم بتشغيل الأداة أريد أن تكون هذه الكتابة ممسوحة، أريد أن تعيد في كل مرة أعيد الكرة. أوكي، هنا لو قمت بالتشغيل كمثال، لو قمت بالتشغيل سوف نذهب فقط إلى الباس. انظروا الباس فارغ، سوف أقوم كمثال بإدخال فيه معلومات. أوكي، انظروا قام بطباعة لي ال5 أسطر بدون أي مشاكل. أوكي، لكن ماذا لو شغلت السكريبت مرة أخرى؟ أوكي، لنجرب تشغيله. انظروا. أوكي، لنجرب الذهاب إليه. انظروا احبتي في الله ماذا يحدث. قام بإنشاء لي باسوردات أخرى، قام بإنشاء لي 5 باسوردات أخرى، ال5 الأولى التي أدخلتها أول مرة، وال5 الثانية التي أدخلتها أول مرة. أوكي، لكن أنا لا أريد هذا أن يحدث. ماذا سوف أفعل؟ ماذا سوف أفعل حتى أتخطى هذه المشكلة؟ أريد كمثال أن أقوم في كل مرة بكتابة فقط 5 باسوردات. أوكي، كل ما سوف أخبركم، سوف أيسر عليكم الشرح. أنا كمثال أريد أن أقوم في كل مرة بتشغيل الأداة أن أجد هذا الباس، هذا الملف لا يوجد فيه أي شيء، حتى أقوم بإدخال في كل مرة 5 باسوردات جديدة. أوكي، إذا ماذا سوف أفعل؟ أشخاص سوف يخبرونني، سوف يقولونني أن سوف نستدعي مكتبة الOS ونقوم بكتابة os.remove ونقوم بمسح الباس.txt. أوكي، أشخاص سوف ربما يتوقعون أن هذا هو الحل. أوكي، لنجرب هذا الحل. إذن هنا لدي ملف اسمه pass.txt، سوف نقوم بتشغيله. انظر، نجحت الطريقة وقام بحذف لي الملف. أوكي، هو هذا الأمر صحيح، يقوم بحذف لي الملف. أوكي، سوف نقوم بكتابة إذن باسوردات جديدة. ها هو بدون أي مشاكل. أوكي، لكن أحبتي في الله كما تشاهدون هنا هو الملف قام بكتابة لي فيه الباسوردات الجديدة. لكن أحبتي في الله ماذا لو لم يكن هذا الملف موجود؟ سوف نقوم بحذفه ونجرب عليه. deleted anyway. أوكي، إذن الملف الآن هذا ملف الpass.txt ليس موجود. أوكي، لنجرب تشغيل السكريبت هل سوف تشتغل أو لا. سوف يظهر لنا خطأ. انظروا أحبتي في الله، أخبروني أنه لم يقم بإيجاد الملف الذي هو pass.txt. أوكي، إذن عندما يكون الملف هذا ليس موجود أصلا سوف يطبع لي هذه المشكلة. أوكي، حتى لو قمت بالتشغيل مرة أخرى سوف يطبع لي في كل مرة هذه المشكلة. لماذا؟ لأن هذه الطريقة os.remove pass.txt هي طريقة تستعمل فقط إن كان الملف موجود، لكن لو لم يكن موجود هذا الملف سوف يظهر لنا أو يطبع لنا خطأ. لذا سوف أوريكم البديل. أوكي، البديل سهل جدا. نقوم بكتابة fos.path.exist. أوكي،
بمعنى إن كان هذا المسار موجود، أوكي، ونقوم بإضافة القائمة الخاصة بنا، أوكي، إن كانت هذه القائمة موجودة ماذا سوف يحدث؟ عفوا نسيت النقطتين. os.remove هنا تنجح طريقة الريموف pass.txt، أوكي. إذا فهذه هي الطريقة، أوكي أحبتي في الله، هذه هي الطريقة. إن كان هذا المسار OS Operation System path exist، إن كان هذا الملف هذا المسار موجود الذي هو اسمه pass.txt، ثم هنا نقطتين وهو يعيدك إلى 4 مساحات، أوكي، حذاري على المساحات، اوكي، os.remove pass.txt، اوكي. اذا هذا الامر احبتي في الله عليكم القيام الان بتدوينه او القيام باخذ لقطه شاشه او شيء من هذا القبيل. لماذا؟ لانكم سوف تحتاجونه في المستقبل. هذا يعني انك ان كان الملف موجود قم بحذفه، ان لم يكن موجود سوف يقوم بتخطي هذه المشكله لن تطبع لنا تلك المشكله الحمراء التي ظهرت تلك الكتابه الذي اخبرني ان هذا الملف ليس موجود، لن تظهر، وسوف يكمل السكريبت يشتغل بدون اي مشاكل، اوكي. ونحن بالطبع عليك القيام دائما في سكريبتات خاصه بك عليك القيام بالقبض على المشاكل، اوكي، والقيام بتخطيها، اوكي. لنجرب التشغيل الان. الملف ليس موجود، قام بالتشغيل للسكريبت بدون اي مشاكل، اوكي. ليس مثل المره الاولى قام بكتابه لي ان هذا الملف ليس موجود، اوكي. وكمثال سوف نقوم بالتجربه. كمثال الباسورد الاول 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 هكذا كمثال 0 0 0 0 ونضغط على انتر، اوكي. اذا هنا انظروا قام بانشاء لي هذا الملف، فهو الذي الباسوردات التي قمت بكتابتها الان. والان لو قمت بتشغيل هذا السكريبت مره اخرى ماذا سوف يفعل؟ سوف يحذف الباس.txt ويقوم بانشاء لنا قائمه باسوردات جديده، اوكي. سوف تذهب هذه الباسوردات ويعيد الكره، اوكي. لنجرب مره اخرى. فهي الباسوردات الجديده لنجعلها كامله اصفار حتى لا يختلط علينا الشرح، اوكي. لنذهب pass.txt، انظروها هو قام بكتابه لي الباسوردات التي اريدها، اوكي. اذا فهذا الامر احبتي في الله هو امر مهم جدا، اوكي. if os.path exist والذي هو هنا طلع فيه اسم المسار او اسم الملف، اسم صوره، اسم اغنيه، اسم فيديو، اي شيء، اوكي. هذا حتى لا يظهر لك خطا. إن كان هذا الملف موجود قم بحذفه، لكن إن لم يكن هذا الملف موجود سوف يتخطى هذه، لن يطبع لنا مشكلة، بل سوف يكمل مسيرته ويقوم بإكمال السكريبت الخاص بك بدون أي مشاكل، يكمل السكريبت الخاص بك يشتغل بدون أي مشاكل، أوكي. إذا أحبتي في الله إلى هنا ينتهي الدرس الخاص بنا. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم. لا تنسوا بالطبع في الأخير القيام بالإعجاب بهذا الفيديو وترك لي تعليقاتكم حتى يستمر بالطبع في طرح المزيد من الدروس المتقدمة إن شاء الله. نلتقي إن شاء الله في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.